الوصفة الوحيدة يلي حتحتاجوها لأحلى وألذ مكرونة بشاميل ملزلزة وتدوب في الفم ذوبان. أكتر سؤال يجيني كيف البشاميل يكون ملزلز ومش ناشف، فخليكم معاي لنهاية الفيديو وحتعرفوا هذا السر. في طنجرة نحطوا زيت زيتون، لحم مفروم، ونقلوهم كويس ونخلوهم يغلوا. نحط عليهم فلفل حار، جوز الطيب، قرفة، كركم، ملح، و7 بهارات. نحركوهم كويس، نضيفوا عليهم ملعقة طماطم معجون، بصل وبازاليا خضراء. البازاليا اختياري. بشاميل ملعقة كبيرة زبدة وملعقتين كبار دقيق. نحركوهم كويس ونضيفوا عليهم الحليب تدريجيا شوية شوية لين يتقل معانا الصوص، وأهم شيء إن نحركوه كويس وما نخلوش يلصق من تحت. بعد ما الصوص تقل نحط عليهم نص ملعقة جوز طيب، فلفل أسود وملح. نسلقوا أي نوع مكرونة تحبوها. بعد ما تطيب نضيفوا عليها صوص البشاميل شوي شوي لين تتمسك معنا، ونحطوا عليها الخليط المفروم من فوق. نغطوها كلها بالبشاميل ونضيفوا عليها أي نوع جبنة انتم تحبوه، شوي زعتر من فوق، ونحطها في الفرن.